مساء الخير عليكم واهلا بكم. فقرتنا الاساسيه النهارده فقره الضيف، وفناننا النهارده قدر بشكل كبير جدا وواضح جدا ان هو يلعب كل الادوار، يتنوع في الادوار، يتنوع في الاداء وباتقان. حصل له فتره توهج فني كلنا شايفينها، حتى اصبح احد اهم النجوم الاقرب الى القلب من المصريين. قدر ان هو يحصل بينه وبين الجمهور وبين الادوار حاله عشق مختلفه، تحرر من الانماط والاطر الاساسيه للفنان وعاش بابداعه منطلق في سماء الفن. فنان النهارده لقبه النقاد بذو الالف وجه والجمهور بالجوكر. جوكرنا النهارده الفنان الكبير صبري فواز. اهلا بيك يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. نورت. ربنا يخلي حضرتك. شرف لينا كلنا التلفزيون المصري وقناه نايل دراما ان هي النهارده تستضيف صبري فواز. كل سنه الشرف ليا انا ان انا في التلفزيون المصري ابو التلفزيونات المنطقه كلها. اهلا بيك استاذ صبري. وطبعا احنا يعني النهارده هنكون في حضره الفنان المتميز واللي عمل لنفسه محطات كتيره سواء مسرحيه او اخراجيه او تاليفيه او شعريه او كتابيه، عاش مع الابداع ومتعته القراءه، وهيكون النهارده موجود معانا وكلنا في حضرتك. بس الاول عاملين لك مفاجاه بسيطه كده. لا نتشرف. اهلا بيك. شوف مع بعض. الجمال ده. الله الله الله. كل سنه حضرتك طيب يا استاذ صبري وعيد ميلاد سعيد. وطبعا احنا عارفين ان حضرتك امبارح بتحتفل بعيد ميلادك ال 39 يعني مش عايزه اكبرك، او 39 تقريبا حاجه و50 حاجه كده. لا مش عايزين بقى نكسر مع ان حضرتك يعني طبعا العمر ما بيتعديش بالسنين، العمر بيتعدي بالحب والابداع ربنا يخلي حضرتك. بس بصراحه وانتوا بتقولوا يعني مفاجاه، انا قلت عاملين برومو او حاجه، المفاجاه طلعت صعبه جدا. تورته يعني حاجه حلوه دلوقتي ولا بعد الهوا؟ حاجه حلوه قوي. لا بعد الهوا بقى عشان نبقى براحتنا والله. نشيلها بقى عشان نخليها للاستاذ صبري بعد الهوا ونحتفل كلنا بعيد ميلاد الفنان المتالق اللي النهارده هينورنا في نايل دراما، الفنان صبري فواز. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا نتعايش وننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، ولما نرجع نشتغل لازم نحمي نفسنا ونحمي ولادنا من خطر العدوى، ونحافظ على شوية عادات هتخلينا نتعايش بأمان. لما تيجي تاكل فكر في أكل يقوي المناعة، لأن ده هيخليك تقاوم أي مرض حتى الكورونا، واللي مناعتهم ضعيفة مفيش داعي أبدا يروحوا تجمعات تهدد حياتهم. وانت رايح الشغل خصوصا في المواصلات البس كمامة، لأنها هتقلل فرص إصابة جهازك التنفسي. وما تقربش إيدك من وشك قبل ما تغسل إيدك بمية دافية ومطهرات لمدة نص دقيقة على الأقل. أما تروح مكان اتعلم تقف في طابور وتنتظر دورك، تعايش مع النظام. مفيش داعي للعشوائية اللي مش هتخليك تمشي بدري ولا تاخد حاجة أكتر من اللي قدامك. التدخين بكل أنواعه مضر لأقصى درجة، وبدل ما تدخن العب رياضة يومية تفيدك. حياتك تهمنا، احمي نفسك واحمي بلدك. اسمحوا لي أقدم مراتي منى. أنا طول السنين اللي فاتت وأنا بتابع أخبارك، تصورش قد إيه اللي محتاجة لك دلوقتي غير زمان، أنت دلوقتي زوجة. أنا بقول لك ما تظلمش الظروف، أنا فعلا غلطانة في حقك وفي حق نفسي. لحد إمتى هنفضل نتقابل في الصحراء وفي الجناين؟ أنا بحبك وأنت عارف أنا بحبك قد إيه. ما خلاص بقى. 2 قتلى و2 جرحى والفاعل مجهول. لبسناها قضية تمام يا سعادة البيه. عال دكتور فهمي بريء، أنا واثق إنه بريء. إحنا مهمتنا تنفيذ القانون. ما تلومش نفسك وما تلومنيش، اللي حصل غصب عننا. هي دي العدالة اللي فهمي قال لي إنه كان بيعلمها لي. مش عارف يعني إيه وكيل نيابة بيحقق في قضية وهو عارف الفاعل الحقيقي ومش قادر يتكلم. الخميس 8 مساء على نايل سينما. مساء الخير. اهلا. بعد اذن المخرج اخد من وقتكم 3-4 دقايق. اهلا
أهلا بيك في جديدك. اهلا وسهلا. على فكره مش الشخصيه اللي انا عاملها دلوقتي، ده ابن الراجل ده. ايه الجديد اللي في الجزء الثالث يا استاذ اسماعيل؟ معايا الاخ ممدوح عبد العليم والاخ هشام سليم وجاب ظروفها شريف منير. معلش انتوا بتعملوا بروفا وانا هاخد وقتكم ثواني. حجم الدور طبعا بيبقى اقل لازم عشان نفسح للزملاء. ألف مبروك على التكريم الرائع ده. الفنان لما بيحس بالتقدير ما بيبخلش بانه يدي نفسه للجمهور في اي وقت من الاوقات يعني. أول مرة بتمثل؟ اول مره ان شاء الله ما تكونش اخر مره يعني. بتصوروا ايه هنا؟ هي حلقات منفصله. كله مفاجآت غير متوقعة يعني. من ضيوف سهرتنا الفنان الكويتي المطرب عبد الله الرويشد. النجاح نجاح ربنا. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وبسعاده وكل حاجه حلوه قوي، ويبعد عننا يا رب كل حاجه وحشه، ويبعد عن برضو اللي بيكرهونا كل حاجه وحشه. احنا بنعتبرك مصرية لبنانية، يعني مصرية أولا. أكتر مصرية. أنا بشوف الكوميديا بمفهوم مختلف. الواقعيه دائما ما تصدم الناس. احنا بنقول لهم في اخر كل فزوره ايه المطلوب. انا مش فاكر والله ما انا فاكر. بيشاوروا لي يقولوا لا. في الأوقات التالية على مسبير زمان. والآن سيداتي آنساتي سادتي مع الفنانة العالمية لهفة. ده ابن خالتي. your cousin يعني. انت اللي cousin، ما تلمي نفسك. نفسي ابقى نجمة كبيرة قوي. I am أيمن سيسي زعلوة my small brother. I want him big great. سيبك بقى من التخلف اللي انتوا بتقوليه ده كله وركزي معايا. 45 سنة كومبارس. يا ولاد بابا بجد مش في البيت. يمكن ماشي على الحيط أو بياكل سكريات. يلا. هو بيقول لحضرتك كده لأن أنا فنانة، يعني ممكن أحمد السقا أو غيره من الفنانين يكلمني عادي، يعني ممكن كريم عبد العزيز يكلمني عادي، أحمد عز. بصي يا لهفة، انت معايا بعون الله هنكسري كل الشاشات. كتير عليا يبقى عندي فانز. اشمعنى ميريام فارس مثلا عندها الميرياميز، مايا جابا عندها الجابرز. في الدنيا دي بهلوانات قاعدين نتنطط على المسرح. يوميا 12 صباحا على نايل دراما. كان رد فعلك ايه لما عرفت ان انت هتصور حلقه فيها؟ ايه يا ابني؟ انا زهقت منك. ما اعرفكش اصلا. حضرتك خريج ايه؟ وامشي، مش عايز اشوفك تاني. ايه اللي جايبك هنا اصلا؟ حضرتك عملتي فيلمين كتابه. ايه السؤال؟ انا عندي لك مفاجاه. اتكلم على عمو ده. مش انت اللي قلت عايزه يبوسك من بقك؟ ليه ما عملتش دور بواب قبل كده؟ بالنسبه لطبيعه شعرك بتطير عليا هيم عشان انت اقرع. مش عشان ربنا غير منك كل حاجة. في يوم طلبت ان انت ما تاخدش بريك وتاخد بدل. انت تعمل كده. بوس الواوا. ايه ماما؟ ده اكيد طبعا مش طبيعي. حكمه عجبتك على توك توك. يا رب خدني وريحني. الخميس 10:30 مساء على نايل كوميدي. فنان شامل له بصمة واضحة في كل عمل فني يقدمه. هو فنان الأداء الصعب، له كاريزما خاصة بين أبناء جيله. إنه الفنان المتميز صبري فواز. مشوار فني بدأه منذ التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليقوم بعد تخرجه بإخراج مسرحيات قصيرة للتلفزيون المصري،
كما أخرج العديد من المسرحيات. أول أعماله التلفزيونية كانت من خلال مسلسل الوصية ومسلسل أوراق مصرية الجزء الأول. كتب السيناريو والحوار لمسلسل حكايات بهية، وله العديد من المقالات الصحفية. محطات فنية كثيرة قدمها عبر مشواره الفني، منها في الدراما بين السرايات، الميزان، أم كلثوم، حدائق الشيطان وغيرها. أما في السينما فقد قدم عدة أفلام، منها كف القمر، كلمني شكرا، دكان شحاتة، حليم، وأيام السادات وغيرها من الأعمال. حصل الفنان صبري فواز خلال مشواره الفني على الكثير من التكريمات والجوائز لأدواره المتميزة وتألقه الإبداعي في كل ما يقدمه. اهلا بكم مره تانية. وكتب فناننا انا اسمي في منقوش في القلوب، انا اسمي في كراريس البنات مكتوب، انا اسمي معجزه النبي ايوب. انا طبعا حفظت حاجات كتيره من امبارح وحضرتك تعبتنا لان احنا عملنا جزء صغير كده من اعمالك. ما شاء الله عندك زخم في الاعمال والابداع الفني ربنا يخليك في كل المجالات. تسلمي ربنا. بتلاقي الوقت منين يا استاذ صبري؟ انا بشتغل، ما وريش حاجه ثانيه غير اني بشتغل وخلاص. لا انت ما بتشتغلش فن بس، انت بتشتغل قرايه وكتابه وثقافه وتنوع ومخالطه للناس وسوشيال ميديا، ده برضو شغل لانك بتجاري كل الانماط اللي موجوده، فكل ده وقت ومجهود يعني مش سهل. ما اللي عايز حاجه كويسه لازم يسعى لها. يعني ده منطق الدنيا كلها، يعني عايز حاجه كويسه اسعى، دور ودعبس وشوف واقرا وروح احضر مسرح وسينما ومعارض فن تشكيلي وندوات وانزل وسط الناس وتعامل، وكل ده ما هو مخزونك كفنان، يعني ده واجب، يعني ده الهوم ورك بتاع الواجب. بس مش كل الناس بتعمل كده. اللي عايز يعمل حاجه يعملها بقى. طب حضرتك مواظب على فعل ايه؟ القرايه. القرايه ده شكل يومي. القرايه بشكل يعني اساسي في حياتي يعني. المسرح جزء ايه في حياتك لغايه دلوقتي طبعا لانه هو البدايه؟ بقاله كتير انا غايب عنه، حقه في رقبتي طبعا، وقريب هرجع له بعمل كبير ان شاء الله باذن الله. الغياب ده عشان ازمه المسرح اللي مر بيها في السنوات اللي فاتت، مع انه ابتدى يرجع شويه كده بخطى حسيسه شويه من كام سنه، يعني من 4-5 سنين، ولا عشان انشغالك باعمال فنيه؟ هو كان انشغالي، انا كنت بشتغل سينما وتلفزيون في وقت صعب ان انا اعمل مسرح. المسرح عايز حاله التزام يعني. فده ما كانش متحقق الفتره اللي فاتت بالنسبه لي، بس اقدر الفتره الجايه ان شاء الله يبقى في عمل باذن الله قريب باذن الله. فنان المسرح بيتعب في التلفزيون والسينما؟ لا بالعكس. ليه؟ بالعكس، فنان المسرح مرتاح جدا، بالظبط زي اللي كان بيجري على الرمله وبعدين يجري على تراك. هتلاقي المساله بالنسبه له اسهل، بقت اسهل كتير، بقت اسهل. بس فنان المسرح بيحب ياخد رد الفعل بشكل مباشر، لانه بيكون زي الغول كده على الخشبه وعاوز الفريسه بتاعته يا تجري يا تضحك يا تعمل اي اكشن، غير السينما ووقوف قدام الكاميرا، او غير الدراما ولوكيشن وتغيير. ما بتبان بقى في اللوكيشن، يعني في رد فعل الزملاء والاستاذ المخرج والزملاء الكاست، يعني بيبان، يعني في رد فعل بيحصل طول الوقت في البلاتو. فده شويه بيدي مؤشر انك عامل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. حضرتك كنت بتتكلم بتقول المسرح حقه عليا. حقه عليا طبعا. دول كلهم يعني ده كلهم دأب الفنانين المسرحيين اللي بيحاولوا دايما يكون ليهم زي ما تقول ايه واجب تجاه المسرح، مش مجرد ان حضرتك موظف مثلا ولا حضرتك كاتب مسرحي او مخرج مسرحي، لا انت في علاقه بتبقى كأنها علاقه من دم ولحم. علشان ده دين في رقبتنا، المسرح هو ادانا كل حاجه. يعني لو احنا محققين اي حاجه نجاح دلوقتي في الشاشه، فالمسرح صاحب الفضل علينا فيها وله في رقبتنا طبعا. ومن حقه ان احنا نتكلم عليه شويه. طبعا نتكلم عليه ونشتغله.
ونشتغلوا. لو اتكلمنا عليه، ايه اللي دلوقتي محتاجه او محتاجه الحركه المسرحيه في مصر عشان ترجع كما كانت، يعني كما كانت مش في المسرح التجاري والكوميدي، في المسرح ما يسبق التجاري والكوميدي، المسرح اللي هي الاعمال الرصينه الثقيله اللي بتليق بالفن المسرحي المصري؟ وانا الحقيقه شايف ان الفتره اللي فاتت كلها اللي غاب بس التجاري. على فكره يعني حتى في عز الازمه ما كانش غايب المسرح اللي حضرتك بتقول عليه، كان موجود طول مسرح الوقت. الدوله، المسرح الجاد. هو كلها مسرح جاده، بس المسرح اللي احنا نعرفه بشكله التقليدي يعني كان موجود وعروض بيعملوها شباب، عروض رائعه. هو بس العين ما كانتش رايحه عليهم يعني. دلوقتي بدأ يبقى فيه زي انا قلت قبل كده، فكره ان المسرح كان الوحيد اللي اتساب ورا شويه. يعني الكوره والسينما والفيديو راحوا للسبونسرز والبرامج والبتاع، فزهزهت معاهم والدنيا مشيت. المسرح اتساب شويه يعني اتنسى شويه من المنطقه دي، فكان ما حدش بيبص عليه كويس يعني. عشان جاد؟ مش مساله جاد، بس هو يعني راس المال بيجري في اتجاه اللي يكسبه. فهم اكتشفوا ان المسرح بيكسب، بداوا ينتبهوا ورجع المسرح. بس مسرح الدولة ممكن بيكسب برضه، يعني في مسرحيات عرضت في المسرح القومي على مدار سنوات طويلة جدا وحققت أرباح عالية جدا. هي الفكرة في جودة العمل الفني. يعني المسألة الوسيط ده هيختلف، يعني إذاعة، تلفزيون، سينما، مسرح، في النهاية هو وسيط، لكن جودة العمل هي اللي بتسحب وتجيب رجل الناس تتفرج وكده يعني. فهي الجودة سيد الموقف طول الوقت. ايه اللي بينقص الفرق المسرحيه المستقله او الفرق الحره او شباب المسرح اللي دلوقتي مقدم على حياه ونفسه يحقق حاجه وفي بعض العوائق، ايه اللي ناقصهم عشان يحققوا التارجت بتاعهم؟ ميزانيات وبروباجندا. يعني دول اكتر حاجتين بيحتاجوا من النوع ده من المسارح اللي هي الشبابيه دي. علشان ده انا عشت التجربه دي فتره طويله جدا وعارف مشاكلها عامله ايه. ميزانيات ممكن التغاضي عنها بميزانيات قليله، وابداعات الناس ساعتها بتتصرف وتعمل حاجات رائعه جدا، وانا شفت اعمال كتيره لشباب رائعه. محتاجين بس بروباجندا، يعني نبقى حواليهم الاعلام يبص عليهم شويه ويقدمهم للناس. وانا شفت مثلا احدى القنوات بتقدم مسرحيات الجامعه، فكنت فرحان جدا جدا يعني. كنا احنا هنا بنقدم في المتخصصه وبنغطي المسرح الحر ومسرح بالزبط. التجريبي وكل الحركات المسرحيه. الشباب بقى لو لقوا ده شويه هيفرق معاهم جدا جدا الحقيقه. هو احنا عندنا جمهور مسرح يا استاذ صبري؟ جدا. عندنا جمهور مسرح كتير جدا جدا جدا. تصنيفه ايه؟ جمهور يعني شباب، فئات عمريه مختلفه؟ لا جمهور المسرح الايام دي بقوا نوعين، نوع اسر وشباب حابين يتفرجوا على تجارب، يعني تجارب حلوه جميله كده. شباب كتير بيروحوا، بشوف يعني كل العروض اللي رحتها وعروض شباب ما فيهاش نجوم، وعروض مليانه جمهورها كتير جدا. جاي ناس شباب بيتفرجوا على التجربه ومبسوطين بيها جدا ومتفاعلين معاها. وفعلا الشباب بيقدموا مستويات رائعه في المسرح الحقيقه يعني. وفي جمهور تاني بقى الاسر بتروح النوع ده ساعات، وساعات بتروح النوع التاني اللي هو في كوميديا وكده. والاثنين انواع مسرح، والاثنين جيدين والاثنين مطلوبين. خلينا نشوف حاجه تانية من الانماط اللي اتكلمنا عليها في البدايه، اللي بيبحر فيها الفنان صبري فواز وبيحاول ان هو كده يلاقي نفسه فيها. وهنقف عند محطه كده من المحطات المهمه جدا في حياه صبري فواز. زي العيال صباحية العيد الصغير، متبعترين زي الندى ومعلقين الفرحة في البلالين، وما يقصدوش رش الغنى في الجو ولا دبروش للضحكة. كل اللي واخدهم حنين للضي. زي العيال دي أنا كنت عيل مبتدي بالنور، كاشف ضباب الزحمة والمرايات، ومظبط العالم على قدي، ومبحبحوا حبة علشان يساعيهم. ريحة تراب الفرن مليالي نخشيشي، فملكت حقي في لحظة التخليق، وبنكسرش لأني مش ممسوك، وما بتمسكش لأني مش محدود. واسع يحوش المدرسة يا وسط دارنا، مطلوقة مهر الخضرة قدامي، مالها لجام غير النسيم والعين. ماسك مدار الشمس بصباع الصغير، لافف خيوط البدر على التاني. طبقت شيدي لسه مفرودة، لسه الغنى عارف يناغشني، قادر ألم الليل في سيالتي وأزأزه حبة ورا حبة.
وولاد حارتنا مسهرين الليل ومفتحين جفني على الاخر، ما نقدرش نصبر على القمر مخنوق. صوت الصفايح تاخر العتمه، وصراخنا جاب بنت النبي فاطمه لعبت معانا لحد ما شبعنا. وامي ابتدت تتهجى في عيوني ان البكا مش ضعف، ده استغفار، وان المسافه اللي ما بيني وبينهم الدهشه، وان ابتديت بالحلم من البيضه. ما بقولش عارفه، بس حاسه بشيء يمكن ما تفهمهوش لدلوقتي. والشمس حاميه بس ما بتقتلش، والنخل عالي بس طوبه تجيب. ما حفظتش الخطبه عشان وحش، درس الحساب بايخ علشان بيحسب حسبته بالظبط، والشيخ مخوفني من الاخر. ما بقتش اروح الجامع الا عشان اقدر اشوف الغيط من المدنه واضحك على اللي بغلته سف. بنت اختي قرعه والنطر بيرخ والسقف ينقع، عفشنا يكمش، والبرد حاسس بينا ومقدر، زي برد القاهره الماسخ حاسسني اني غريب. وقعدت ادور على الونيس ولقيت، لكن اخدني البنك من نفسي، ما قبلش اكل وقلت حلقاني، ولقيتني تايه في النيون مركون لحد الناس ما تتوضى ويرتلوني في لحظه ويعدوا. ما بيلحقوش ولا حتتين سكر، ولا داقوا ملمس ضحكتين بكر. قلبي اللي كان قلبي صباح خرده. صعبه الملامح على اللي ما بيشوفش. ما اقدرش اجيلك كل يوم مهدود شايل جفون الخلق وذنوبهم. يا لون حبيبتي اللي مالوش مثيل، اوعى النيون يبعت عليك. كسر براويزك وطلعني، دور المسيح ما عادش ينفعني، رجعني عيل او مانيش لعب. حلو قوي. حلو قوي. حضرتك قلت في حاجه كده، انا مش شاعر لكن بحب الشعر، بحب كتابه الشعر. اقنعك صديقك مؤمن المحمدي، الشاعر مؤمن المحمدي، هو اللي قاعد يلح عليا مؤمن وكتر الف خيره يعني. هو قاعد يقرا كده ولقى حاجات جميله. عندك خلطه حلوه، عندك خلطه كده، يعني انا شخصيا شايفاها بين عمنا ربنا يرحمه الابنودي وبين صلاح جاهين في طريقه الحكي او السرد، صح ولا انا غلطانه؟ هو احنا اولادهم، يعني احنا اولاد فؤاد حداد وجاهين والابنودي ونجم واحفاد بيرام التونسي، وولاد سيد حجاب، وولاد يعني مجدي نجيب، وولاد كل الحبايب دول يعني كلهم. اكتر حد كنت بتحب تقرا له منهم مين؟ فؤاد حداد. فؤاد حداد. الله. طيب لما كتبت كنت متاثر بمدرسته، يعني في طريقته في الكتابه فيك منها شويه برضو؟ لا بس هو اتمنى طبعا كنت ابقى كده، بس يعني هو في روحي وفي روحنا كلنا كجيل، يعني انه احنا متربيين على شعره يعني، وهو علمنا الجرأة وعلمنا التخطي، يعني لان دي صفات الشعر، ان يبقى جريء ومتخطي وسابق. بالظبط. فهو يعني دي مفردات هم علموها لنا يعني. بحس دايما ان الدور لما تأديه بشكل جديد انت اللي بتدي بصمتك عليه، بيبقى دورك انت وبتاعك انت، لكن لما بتقدم حاجه سير ذاتيه بيكون عليها قولان كتير. واكيد حضرتك قدمت حاجات فيها سير ذاتيه ومش عايزه اتكلم عليها دلوقتي يعني، بس كان فيها قولان. لكن لو قلنا سيره ذاتيه لشاعر من الشعراء، مين من الاسماء دي تحب تقدم سيرته الذاتيه وبحب بقى وبابداع قوي بتاع صبري فواز؟ فؤاد حداد. فؤاد حداد. عالم ورحله مليانه دراما، وعالم عظيم الحقيقه، غير حتى الشعر يعني، عالمه كبني ادم يعني. كتبت شعر لبعض الاعمال الفنيه مش كده؟ في مسرحيات كتبت شعر، وفي مسلسل حكايه بهيه كتبت حاجات. كتبت شعر متهيألي في حكايه بهيه، كتبت التترات كمان بتاعه المقدمه والنهايه. والاشعار اللي في النص. والاشعار اللي في النص. ومسرحيه البروفا. مسرحيه البروفا كنت كاتب الاشعار وكنت عامل اعداد للنص. انا بعمل كده كتير، ان اعمل اعداد للنصوص واكتب لها الاشعار بتاعتها. كنت بعمل ده كتير في المسرح يعني. وكان دايما يقولوا لي ممنوع تجمع بين عقدين يعني، فكنت اقول لهم طب خلاص الشعر اهداء، ما كنتش عليه فلوس خالص يعني. مش هتاخد الفلوس. ما كنتش عليه فلوس خالص يعني خالص. طب لما عملت الديوان جاب لك فلوس؟ لا بس اتوزع كتير. اتوزع حلو. اتوزع حلو. فرحت لما الديوان نزل كده وحسيت بان في خطوه جديده بتحصل، ولا دي حاجه كان نفسك تعملها وعملتها وما بصيتش وراك؟ هو انا فرحت طبعا، بس اتفاجئت انه بيتعمل له طبعه ثانيه وخلصت الطبعه الثانيه، فده كان بالنسبه لي مفاجاه. انا متخيل يعني اسجله ونعمل حفله كده والصحاب يبقوا حوالينا وخلصنا. فطلع ان في
يعني طبعه خلصت وعملوا طبعه ثانيه والثانيه خلصت، فانا استغربت الصراحه. هي دار كبيره طبعا للنشر الديوان، فيعني من الدور الكبيره اللي بتنشر. طبعاً. اعتقد دار ان هي مش ميريت. تعمل ده مجامله يعني. لا دار ميريت دار دار ميريت محترمه. طبعا النشر. طيب ده خلاك تكتب بعد كده، كتبت برضو شعر بعد كده؟ انا طول الوقت بكتب شعر، بس انشر ايه وقد ايه ده وامتى ده موضوع ده الديوان تاني. الوحيد. لكن انا طول الوقت بكتب شعر يعني. بتكتب. طب بتكتب ايه؟ في حاله ايه بقى؟ في حاله الحزن ولا الحب ولا ايه؟ لا هو اي مش حاجه، مش حاله بعينها يعني. ممكن يبقى حزن، ممكن يبقى فرح، ممكن يبقى يعني استغراب، ممكن يبقى اي حاجه. لكن الفكره في الكتابه انه المشاعر ساعات تبقى اكبر من انك تحكيها في كلام، فاقولها في شعر او غنيها، لانها يعني الكلام اضيق من انك تقوله كلام عادي، فتقول مشاعرك في شعر او تقولها في غنى. فبالطريقه دي يعني لما احيان كتير جدا ببقى في حاله كده اجي اكتب جمله ولا اتنين عاديين يعني مش قصدي شعر، فلاقي نفسي رايح اكتب شعر. يعني دي بتحصل كتير يعني. بس دي حاجه حلوه قوي ان حد يقدر يعبر عن نفسه بالكلام حتى. الحمد لله. ملكه حلوه يعني مش عندي كتير. الحمد لله. مش جايين اللواء واللي في قلبه قال حاجه كده عن الموضوع ده. يا بخت من مش عارف بيقول اللي في قلبه وطلعه يعني. على لسان اللي في قلبه على لسان حاجه كده يعني ما اعرفش يعني. بس في ناس كتير بتبقى عايزه تعبر ومش عارفه، فربنا يديك ما شاء الله الملكه دي. جمهور الشعر بقى، جمهور القارئ للكتاب والديوان ولا جمهور الفيسبوك اللي شجعك اصلا على الكتابه وخد كمان من شعرك وغنى؟ لا هو انا بكتب من زمان يعني، بكتب من قبل السوشيال ميديا، من صغري. بس كنت بكتب حاجات يعني ليك. وهي مستواها كمان كان لسه مش يعني مستواها مش يعني كان بتاع عيل صغير يعني زي خواطر كده. بدات الامور تاخد شكل احسن لما كل ما اكبر واقرا اكتر واتعلم اكتر، بدا يبقى شكله شعري وعنده ملامح ويحمل صفات الشعر يعني. يعني دي حاجه حلوه. واتغنى كمان اللي هو الاغنيه بتاعت مانيش فارس ولا وارث انا فنان، اتغنت في اغنيه صح؟ حققت بقى نجاح اكتر كشعر ولا كاغنيه؟ هو اغنيه الناس حبت اسامه اما غناها وعملت يعني ناس كتير سمعتها. ولما مصطفى رزق برضو عمل بحر ساعات الناس قابلتها حلو جدا. فتمام حتى اللي اتغنوا فالناس ما اتضايقتش، انبسطوا بيهم الحمد لله. طب عشان نقلب صفحه الشعر دي، اكتر فتره كتبت فيها شعر وعبرت فيها عن اللي جواك كان انهي فتره؟ كانت الفتره بتاعت بعد التخرج وقبل ما اشتغل بشكل محترف، اللي فيها الافراز الشعري او الاسهاب الشعري. كانت هي دي الفتره دي، لانه كانت حياه قدامي عامله كده وانا كنت منفعل جدا ساعتها بالدنيا، وكان كل حاجه باخدها على اعصابي. كانت لسه بقى الحماس الاولاني ده. ففي الفتره دي كتبت شعر كتير. يمكن تقريبا الديوان اللي طلع ده 90% منه اتكتبوا في الفتره دي. الفتره دي. خلينا نروح لحاجه تانية غير الشعر ونتعرف اكتر. يعني احنا النهارده حلقتنا احنا عاوزين نتعرف على الفنان صبري فواز، مش المؤدي والجوكر بس، احنا عايزين نتعرف عليه بكل الجوانب اللي فيه كتير منا ما يعرفش. يعني ما حدش مثلا عارف كتير ان هو فنان ان هو شاعر، غير مثلا المحيطين مثلا كاتب مسرحي ومؤلف ومخرج، كل ده غير مثلا الموجودين معاه في المجال المسرحي. لكن الجمهور هيتعرف اكتر النهارده على صبري فواز من خلال حلقتنا مع حضرتك، وهنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. يعني النص ده هو النص ده، نص فتنة اللي ما عجبكش هو نص افراح العمر اللي عجبك عرض. يبقى انه فيهم رايك؟ ان النص ده وحش ولا ان النص ده حلو؟ الاثنين. بس النص زمان ما كانش مناسب للسوق، ما كانش حلو. ودلوقتي الزمن اتغير. رجعنا مرة تانية ومعانا تليفون. معانا دلوقتي يا طه؟ معانا تليفون دلوقتي من المخرج سامح عبد العزيز. اهلا بحضرتك. يا نور النبي. كل سنة وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا مملكة. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا غالي. اهلا بحضرتك. انت طيب يا حبيبي. ده هو يعني انه مختار المكان ده يقضي فيه يوم عيد ميلاده، يبقى يعني ده حاجة مميزة جدا. على راسنا. ده البيت الكبير.
حبيبي يا جميل. هو طبعاً. جاي يقابل جمهوره النهارده من هنا، وكلهم بيقولوا له كل سنه وهو طيب ومسبيره زي ما قال استاذ صبري، البيت الكبير، البيت اللي كل الناس بتحاول ان هي تتلم فيه دايما. ونتكلم على طبعاً. الدراما الجميله اللي بتقدموها لنا يا استاذ سامح. اهلا وسهلا. صبري فواز بقى. استاذ صبري طبعا مش هقول فيه كلام، مش هعرف اقول اللي انتوا هتقولوه ده او اللي انتوا متوقعاه مني، لكن صبري فواز اكثر من اخ، وبنتفاهم انا وهو كده على الطاير. وعملت معاه احلى شغل، وكل سنه وانت طيب يا صبري. النهارده يومك يا سيدي. يا ترى حبيبي. بقى النهارده الليله دي هتبقى ايه؟ ربنا يسعدك يا مملكه. عايزين شعر يا سيدي، عايزين شعر يا سيدنا شويه. اهو والله لسه حالا لسه قايلين هنقول تاني هنقول تاني، بس انا عايز اعرف منك يا استاذ سامح ايه اللي لسه ما ظهرش في صبري فواز في موهبته الجميله. بص، ما فيش ممثل ما فيش جواه اكثر من حوالي 86,000 شخصيه نفسه يقدمها، يعني ما فيش ممثل بيوصل لاخر منتهاه. وصبري فواز شلال كمان. فعنده كتير يعني متنوع ولسه بدري يجسد. فصبري ممكن يجسد اي انسان واي حيوان كمان، يعني نبات، جماد. اكيد. بص، هو طبعا لما يكون الخلطه بتاعت صبري فواز وتفاصيل سامح عبد العزيز، اعتقد ان يعني لازم كلنا يعني نبهر بالعمل. والله العظيم يعني رمضان جميل كريم طبعا هو جميل، من احلى الاعمال اللي فعلا استمتعنا بيها، واللي عملت زي الاعمال المصريه القديمه اللي لما نشوفها كل مره كانها اول مره. رمضان كريم كده. وبين السرايات بين السرايات وتفاصيله الجميله. استاذ سامح بيسوقني على الهوا. ازاي؟ على الهوا اثناء التسجيل بيديني ملحوظات على الهوا. على الهوا واحنا بنسجل. اكيد عشان انت تقدر تعمل ده. والكاميرا دايره على فكره ده. فعلا حاجه جميله. ساعات بالصوت بس. حبيبي يا برنس. برنس. بالك يعني برضه مع جن هو بالتمثيل جن. حبيبي الله يسعدك. هو مش معاك في حاجه قريبه استاذ صبري؟ باذن الله طبعا. انا ما استغناش عنه، لان هو من الناس اللي هي كمان بتعملوا ثبات في الفريق. ان شاء الله ان شاء الله. يا برنس. شكرا ليك. كل سنه وهو طيب. انتم طيبين. وحضرتك طيب. شكرا يا استاذ. خلطه سامح عبد العزيز اعتقد ان هي خرجت برضو من صبري فواز حاجات كتير. احنا عملنا مع بعض مجموعه اعمال انا بحبها جدا، والحمد لله نجحت مع الناس جدا. بين السرايات، ورمضان كريم، والليله الكبيره، يعني وفيلم سوق الجمعه. يعني كل مره عمل تاني بشخصيه تانيه. بس انت حظك كان معاه في الدراما اكتر. يعني الدراما هم عملين وعملين 2 سينما و2 مسلسلات. سوق الجمعه كان حلو، بس يمكن ما خدش الدعايه القويه بتاعته، او ما خدش حظه من السينما. ما بقى يعني السينما عندها حال يخصها طول الوقت. يعني الفيلم هيتشاف قد ايه في الاداره العرض، ده اللي بيتحط امتى ويترفع امتى، هيقعد كام اسبوع. لكن في كتير بعد كده لما بينزلوا يعني فيلم سوق الجمعه لما نزل على الفضائيات كان عامل مكسر الدنيا. عمل لنا يعني عارفه اعاده افتتاح تاني للفيلم يعني. بالظبط بالظبط. طيب بدات الدراما بعد المسرح، وبدات برضو في بعض الاعمال العائله والوصيه وليالي الحلميه، وبعض الاعمال طبعا مع عمالقه اسماء انور عكاشه واسماعيل عبد الحافظ واسماء كده تخض يعني في مجال الدراما. بعد كده ابتدى يحصل تحول كبير لصبري فواز، وانت ما بتحبش دايما انك تتحط في اطار، بس بقيت تتحط في اطار الشرير شويه، الشرير اللطيف اللي الناس يعني ما بتحبوش بس ما بتكرهوش. ما هو يعني ما فيش حد يشبه التاني في الدنيا كبني ادمين، يعني ما فيش حد يشبه التاني. وفي الدراما واجب يبقى في كده، واجب انه ما يبقاش حد يشبه التاني. عملت شخصيات شريره كتير، بس ما عندهمش حد يشبه التاني، لا في روحه ولا في شكله ولا في ادائه. كل واحد يخص نفسه يعني شفنا كم حاجه كده في الاول، كنت رومانسي، كنت عاقل، بس اللي علم اكتر مع الناس الشر. يمكن الناس بتحب بيسموهم ايه، باد بويز. لا يعني هو في طبعا كتير، ده الجيل كله بيحب الباد بويز يعني. يمكن لا بس الخلطه اللي انت قدمتها في الشرير، يعني مش عايز اشبهك بحد، بس في ناس كانوا قدموها زي ستيفان روستي، ناس كتيره في السينما، زكي رستم اللي هو شرير بس الناس مش بتكرهه قوي، مش قوي في شره، يعني عندك ملمح كده في الشر حلو. علشان
كل بني ادم حتى الاشرار جدا جدا بني ادم. يعني ما بيبرر شره هو بني يعني؟ ادم شرير بس بني ادم يعني، فعنده حتت كبني ادم هيتصرف كبني ادم طبعا. فببقى حريص دايما ان احطها في الشغل ومن الشخصيه، مش بضيف حاجه من عندي يعني، بس ده موجود في الشخصيه يعني. فالناس بتصدقوا انه مهما كان شره بس هو انسان عنده حته كده بني ادم زي ما كلنا. رمضان كريم كنت شرير، بس شرير صعب، بس شرير متحرش وعلمت قوي، وكان عندك مشاهد اتعملت ملايين المشاهدات. ومرتشي وبفطر رمضان، كل البلاوي اللي بخاين يعني. خميس ده كان كوكتيل يعني. لا خميس ده بقول لك المشهد الواحد الاقي 7 مليون 2 مليون حاجات كده ملايين. انا فوجئت ان في صفحه شخص يعني على فيسبوك اسمه الاستاذ صابر الطوخي، حاجه و30 مليون مشاهده، ودي مش موقع، ده صفحه شخص يعني. مشهد من استغربت جدا. اكتر شخصيه بتحبها خميس ولا في الشخصيات الثانيه؟ والله انا بحبهم كلهم، كلهم ولادك وكل لا حاجه. فعلا بحبهم، والا ما كنتش يعني طلعتهم بالعشق ده. بس هي الفكره انه في ناس تحب سين، ناس تحب صاد يعني، وده من الحاجات اللي انا بحبها وفرحان بيها وفخور بيها يعني. انه لما حد يقول انت بتحب له شخصيه ايه، فتلاقي كل واحد بيتكلم في ناحيه غير التاني. فدي حاجه تفرحني يعني، انه كتير من الشخصيات معلمه مع الناس يعني. ناس كتير جدا بتحب عرابي، طبعا عرابي انا بنتي حاجه وفي تانية. خميس ده، وفي محروس بين السراف الناس بتحبه جدا، وفي طبعا ناس من عشاق كرم يونس، وفي ناس بتحب الضوي يعني. الحمد لله يعني. نفيسة محمود نفيسة يعني، سليم عثمان، في عماد أشرف، وعماد الافراحيم ده، واشرف بتاع اسود فاتح. الناس بتحب، كل واحد بيقول الجمله على حد يعني. فالحمد لله مش واقف عند شخص يعني منهم يعني، في كتير. حبيت ابليس؟ فتحي ابليس طبعا حبيته جدا. طب انا حبيته عشان هو كان طيب، حسيت شره حلو. هو كان طيب على فكره يعني. فتحي اكتشفنا انه طيب، كان ممشي الحاره على عارف اللي هو ايه، سنجة 10 بس ما لحقناش بقى يعني. هو حلقه كده في اول حلقه اتقتل، بس ابتدى يطلع بعد كده المصايب بتاعته. وبان بعد كده في الفلاش باك انه ازاي بدا وازاي حياته وازاي يتسمى ابليس اصلا. وهو اكتشفنا بعدين ان هو راجل اطيب واحد في الناس دي، ما فيهوش حاجه من الافلاسه خالص. اللي حواليه هم الافلسه. خلينا نشوف كمان صبري فواز لما اتكلم هو عن الفن قال ايه. انا همي طول الوقت ان اعمل دور حلو يطلع منه شغل تمثيل. هموت انا وهيفضل الادوار دي. ايه رايك في الكلام ده؟ علشان ده حرصي طول الوقت، وده يعني شغلي، وده تركيزي. بنعمل حاجات ادوار مختلفه وحلوه زي ما الناس بتقول يعني. الحمد لله، بس هي مختلفه، فكره مختلفه، كل شخصيه تبقى قطعه سينيه ما تشبهش الثانيه، لا عندي ولا عندي غيري، وبالتالي يفضل شخصيات كتيره 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 موجوده والناس عارفاها. ممكن ما يبقاش عارفين اسمنا بس عارفين الشخصيه. لا عارفين اسمك وعارفين اسمك، حتى لو انا بالنسبه لي بس الاسماء اقوى. يرضيني ان انا صانعهم، الشخصيات اللي انا صانعها تبقى مشهوره، ده يرضيني. ما هو انا صنعت كام شخصيه في الفتره الاخيره ممكن نقول ان الناس بقت خلاص حافظه صبري فواز بيهم؟ يعني احنا لسه بنقول عرابي 10 شخصيات مثلا، نقول 10 مثلا في 5 سنين. الناس حبهم جدا جدا ومعلقين معاهم قوي يعني. بس المسيره بقى لها 30 سنه تقريبا او ما يقارب من 30 سنه. لما رنت يعني، لما رنت يعني ما عدى كتير نضرب وهي ما ترنش. لما رنت الحمد لله ربنا رنت في وقتها. كله باوان، كله باوان. بس هو الحقيقه النقله الرئيسيه اللي في حياتي كانت على ايد خالد يوسف، واذكر له هذا الفضل يعني. دي حقيقه بالظبط. دكان شحاته وكلمني شكرا وكف القمر ورا بعض، الثلاث افلام دول هم فعلا كانوا نقله كبيره في دي حقيقه يعني، يذكر له يعني. معانا مخرج يعني من اكتر مؤلف من اكتر المؤلفين المحترمين واللي انا بعزهم بشكل شخصي، المؤلف الكبير كرم النجار. الو. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ كرم؟ وحشنا. الله يخليك يا رب. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذنا؟ انت اللي استاذ يا جدع. عفوا حبيبي. لازم تاخد حقك بقى في الاستاذه. ربنا يخليك يا استاذنا، وحشني. ربنا يخليك يا رب. ازيك يا استاذ كرم؟ وفين كتاباتك وفين الاصدقاء مثلا الجزء الثاني والثالث والرابع؟ ان شاء الله ربنا بس يحسن الظروف وكل حاجه تيجي كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ، ان شاء الله.
صبري فواز كان في الاصدقاء بقى، كان في انهي مرحله بالنسبه لك كده؟ مرحله لسه الناس اللي عايزه تاخد بايدهم، ولا الناس اللي جايين عارفين شغلهم مره واحده؟ لا صبري علاقته بيه قديمه شويه، وصح مش في سني، واصغر مني بكتير يعني. انما انا معجب جدا بطريقه تقمصه لاي شخصيه بيلعبها. هو ما بياخدش الدور على اساس انه يحفظ الكلام ويقوله، لا هو بيعمل تقمص للشخصيه. صحيح. وده الشيء اللي بيخليني فعلا ببقى شغوف جدا جدا انه يعمل معايا كل حاجه، يعني اي دور او في صعوبه كبيره ما بيبقاش في ذهني اي حد غير صبري فواز. الله يا استاذ. الله يا استاذ كرم. حضرتك دلوقتي لما بتتابع اعمال الفنان المتميز صبري فواز وشفته في البدايه، حضرتك لما بتتابع دلوقتي اعمال الفنان صبري فواز وحضرتك شفته انا بحسد المؤلف والمخرج عليه. يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك. بحسد المؤلف والمخرج عليه صدقيني. ربنا يخليك يا استاذنا. لا صبري، وانا قلت لك ده يوم ما اتقابلنا قلت لك انت بتمتلك قدرات حقيقي خاصه جدا جدا يعني. صحيح. ربنا يخليك يا استاذنا. صحيح. لو كان موجود مثلا في كتابات كل مثلا كرم النجار من وقتها، كان ممكن يعمل تغيير شويه في الحاجات، ولا كان ايه بقى؟ كان ممكن يعمل ايه مع كرم النجار لو هو ممكن يعمل تغيير، انا مش ممكن. انا كنت اتشرف زياده. انا كنت اتشرف زياده والله. لا ده كلام مجامله بقى. لا ده حقيقه. دي حقيقه والله يا استاذنا. لا ده انت استاذ كرم يا عم. الحقيقه معلش، الحقيقه فعلا يا صبري، او معلش اعذرني نقول لك صبري من طبعا استاذي، لانك انت ابني يعني. فعلا عندك ربنا مديلك قدره على انك بتسطو على الشخصيه اللي بتيجي قدامك ومعرفش بتعمل فيها ايه، بتفتح فيها ايه. لا انت غريب بجد، ممثل فعلا غريب. ربنا يخليك يا استاذ. هو بيتقال عليه غريب كتير، يعني ناس كتير بتقول عليه غريب. الكلمه دي يعني يمكن ملزوقه في الفنان صبري فواز. انت غريب. انت غريب. لا هو غريب فعلا، لان كل له المقل معاه مشوا بخطوات. هو ما عرفش، مش بيمشي بخطوات، هو بيقفز قفزات في اتجاهات مختلفه، وكل مره بتبقى زي الثانيه. يعني ما بيعملش دور ويركب ويعمل خلاص مشي في السكه دي فيمشي بقى دور شر، دور مش عارف خير، دور ايه. لا 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 هو حاجه غريبه تركيبه بجد يعني. انا بتوقع لك كمان نجاحات تانية اكتر من العادي يعني. ربنا يخليك يا استاذنا. لا ده بجد مش كلام مجامله، ده كلام من قلبي وفعلا يعني. انا مش مجبر عليه. حبيبي يا استاذنا الله يخليك. نورتنا يا استاذ كرم وشرفتنا بمكالمتك الجميله، ويا رب ان شاء الله نلتقي مع بعض على خير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وانا ميرسي قوي انك انت اتحتي لي الفرصه دي ان انا اعبر بشكل عملي وعلى الملأ قدام كل الناس، يبقى دين في رقبتي رايي في استاذ صبري فواز. على راسي يا استاذ، على راسي. ربنا يسعد حضرتك. نورتني يا استاذ. الله يخليك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. مؤلف كبير استاذ كرم، ويعني مؤلفاته ملء السمع والبصر زي ما بنقول، وانتاج الاذاعه والتلفزيون وقطاع الانتاج، وعمل اعمال كتيره قوي. لما اتقابلت معاه في الاصدقاء مع عمالقه بقى، فاروق الفيشاوي واسماء كتيره، ومحمد وفيق وصفيه العمري. استاذ حمدي غيث. كنت في انهي مرحله عمريه يا استاذ صبري؟ كنت في فتره المعافره. معافره بنعافر لسه. واحنا لسه بنعافر لحد دلوقتي. بنعافر بس يعني كانت في المعافره اللي هي البدايه، بس كنت فرحان بالمعافره دي وحاسسها نجوميه برضه. طبعا انا كنت شغال مع ناس جامده جدا، ده حاجه تشرف يعني وتفرح. هو بصراحه انا كان حظي حلو ان تيجي مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ واعمل اعمال كتيره معاه، ومن تاليف الاستاذ اسامه عمرو عكاشه والاستاذ كرم حاجه مكتوبه حلوه بقى والاساتذه المؤلفين الكبار دول. كانت فتره انا حاجه تشرف محمد صفاء عامر اشتغلت برضه معاه. اللي هو حدائق الشيطان. فانا يعني اشتغلت ومع الاستاذ محمد علي ومع الاستاذ احمد خضر الله يرحمه ومع الاستاذ رضا النجار الله يرحمه. لا انا اشتغلت مع اساتذه كتير. استاذ كرم النجار. اشتغلت مع اساتذه كتير، مخرجين ومؤلفين ونجوم كبار ربنا يرحمهم ويدي الباقيين صحه وطول العمر يعني. لا اشتغلت مع اساتذه كبار وده كان من حظي يعني. لما اشتغلت مع الاسماء الكبيره دي، كنت حضرتك ساعتها لسه يعني بدايه في المسرح كممثل، ولا كنت اشتغلت مخرج بقى وقتها؟
انا كنت بشتغل مخرج مسرح طول الوقت في الفتره دي، اللي هي فتره المعافره اللي بقول لحضرتك عليها دي. لانه كنت كان فين وفين لما يجيني دور كده اروح امثله وارجع، وبقيه الوقت انا هبقى قاعد مش هينفع ابقى قاعد. كنت بشتغل مسرح كتير جدا، امثل مسرح واخرج مسرح. طب ده اثر عليك في الدراما؟ يعني خلاك شويه تعبان من انك تكون قدام مخرج تاني او بمدرسه تانية او بشكل تاني، وحضرتك اصلا مخرج وليك برضو مدرستك وليك فنانينك اللي بتسيطر عليهم؟ ما هو كل وسيط له تقنيات تخصه. انا مخرج مسرح، تقنيات المسرح غير تقنيات الشاشه تماما. وانا لما بروح في عمل حتى المسرح انا في النهايه ممثل، بس ببقى عنصر ملتزم مطيع جدا جدا جدا. عشان انا اخرجت وعارف ان المخرج همومه ياما وتركات كتير في دماغه، فمش ناقص وجع دماغ. بس مخرج المسرح من السهل ان هو يخرج دراما. هي الدراما فيها تقنيات لازم تبقى عارفها. مش مخرج المسرح ممكن ما يبقاش عارفها، لانها تقنيات لها علاقه بالشاشه وبالكاميرا وحاجات تانية غير المسرح. في اساتذه عملوا ده وده. وعبد المنعم مدبولي طبعا استاذنا الكبير، استاذ جلال فؤاد المهندس جلال الشرقاوي. لا في ناس اساتذه كتير عملوا ده اللي هو اخراج ده وده. ينفع يعني. لكن ده وسيط مختلف، عايز ادوات تشتغل بيها غير الادوات اللي بتشتغل بيها في العمل ده. اكتفيت بوجودك كممثل في الدراما والسينما، ما حاولتش خالص في تجربه الاخراج؟ لا ما حاولتش فيها لسه. واذا حاولت في يوم من الايام هعمل فيلم قصير كده بس، يعني اذا حاولت، لان ده عالم اكبر مني يعني. انت مستمتع بتجسيدك للشخصيات اكتر؟ هو التمثيل فيه ميزه حلوه جدا انا بحبها. انه بيديك فرصه تعيش 1000 حياه. يعني ما تعيش صبري بس، ده انت ممكن تعيش عماد، ممكن تعيش فتح ابليس. بس ده مجهد، مش كل الحالات. مجهد وممتع. صح. ممتع جدا انك تعيش حيوات كتيره، دي حاجه حلوه. بس بتخرج بسرعه من الشخصيه ولا ما بتقدرش تخرج من الشخصيات؟ انا بخرج من الشخصيه ساعه ما المخرج يقول كات. ما بتعيش فيه؟ ما عشتش في خميس شويه كده ولا حاجه؟ مفيش الكلام ده في اي شخصيه، مفيش الكلام ده يعني. دي تبقى مشكله نفسيه عايزه حد يعالجها، لكن صح. الفنان فنان يعني. خلاص قلنا كات، خلاص يا استاذ، خلاص خلصنا. طب دايما الواحد لما بيمثل كده بيكون عنده مش ريفرنس، يعني بيكون عنده مذاكره، بيستند لعمل معين، بيستند لحاجه معينه، بيقرا، بيشوف الاشخاص، بيعايش الشخصيه شويه. معايشتك بتبقى عامله ازاي؟ مذاكرتك ازاي على الشخصيه؟ ولا انت اللي بتدي لها شكل؟ لا انا بقرا الشخصيه عامله ازاي في السيناريو، وبعدين بيبقى فيه شويه حاجات مش واضحه قوي، فانا عندي فرصه اسال المؤلف واسال المخرج. المؤلف يعني في حته غامضه عني فيفسرها لي فانا افهم، وبعدين اروح للمخرج هو عايز يشوفها ازاي، لازم اعرف منه هو عايز يشوفها ازاي، لان هو صاحب الرؤيه. لازم هو اللي يقول، فهو يديني التراك وانا همشي يعني. طب مثلا لو قلنا في رمضان كريم وبين السرايات، خميس ومحروس، هنا الشرير التبت شويه، اللي ما عندوش مبدأ خالص كده ولا حاجه، وبين السرايات الخنوع اللي تحول بعد كده، اللي هو المطاطي الخنوع، وفي الشر فيه بس ظهر بشكل كبير. التكه دي زي تكات الاكل بقى بتاعت الشيفات، مين اللي بيحطها؟ السيناريو ولا تكه صبري فواز؟ لا في محروس كانت موجوده مكتوبه في السيناريو، الاستاذ احمد عبد الله والاستاذ سامح عبد العزيز، هم عملوا التركيبه دي، وانا دخلت عملت الشخصيه ونفذت ده، واللي قدرت اعمله انا كصبري عملته. وبالمناسبه كان في حاجه في محروس، ان ايامها كنت بعمل اكتر من عمل في نفس التوقيت، ومتاخد في شخصيه الضوي، ومتاخد في شخصيه علاء شمس. الضوي بتاع العهد. الضوي في العهد، وعلاء شمس بتاع من ظهر راجل، وكان حاجه كمان ما اناش فاكر ايه هي، وانا عندي صديق العمر. لا كان قبل كده. وبعدين داخل اعمل بين السرايات ومش لاقي محروس، مش لاقيه، بمعنى انه ما شفتوش ماشي. انا بشوف الشخصيه ماشيه ابقى وصلت له ماشي خطوته، فما شفتوش، ورحت البلاتو وانا مش شايفه، وبقيت متوتر وخايف، وكلمت استاذ سامح عبد العزيز وقلت له انا محتار، قال لي ما تخافش. قلت له انا فعلا عندي مشكله يعني. قال لي ما تخافش اهدى كده ما تخافش. وقعدت وعملنا، واحنا في البروفا
هو ملوش اي كلام غير انه يقول مش هنمشي بقى. بس ده كلامه في المشهد كله. فهو بيتكلم باسم سمره، بيتكلم سمون، بيقول لها عايز يخطب منها، فقالت له بصراحه مش دلوقتي واحنا في بروفا كل ده. مش النهارده، انت اصلك فاجئتني والموضوع وفجاه خضتني وبتاع. قلت لها هو الموضوع يخض. فدخلت خلاص كده في دخلت الكلام. الشخصية. فقام استاذ سامح بالميكروفون قال لي اهو لقيت. اهو أنا اهو لقيت. يا سيدي اهو. معانا تليفون. قول بقى اللي هو عشان نشوف مين اللي هيبقى على التليفون. الو. ايوه. اولا انا لما عرفت ان انت موجود قلت لازم اقول كل سنه وانت طيب لممثل من اعظم ممثلين جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي. حبيبتي يا فوقش. عرفت صوتي بتكيف طبعا. لما بتفرج أكيد عليك طبعا. كل سنه وانت طيب. بتعملي مزاج يعني دماغ تمثيل. الله ولما يخليك. تعمل من دماغ تمثيل تبقى انت من الناس اللي يعني ايه، من اللي فعلا لسه عندهم حاجات كتيره قوي يا صبري. انا ببقى فخوره لا بجد بيقولوا ان احنا دفعه واحده والله العظيم. يا حبيبتي ربنا يسعدك، انت فنانه كبيره وعلى راسي والله. ربنا يحفظك. يعني بص انا هقول لك على حاجه بجد، يعني اقل حاجه اقدمها لك كل سنه وانت طيب، ان انا لو كنت عارفه ان انت موجود كنت جبت لك ورد وجيت لك بنفسي. يا حبيبتي الله يسعدك. الله لان يسعدك. انت اخويا الجدع الجميل اللي بتمزج وانا بمثل قدامه. ربنا يسعدك يا استاذه، انت جميله يا فوقش. لمهنتك الجميله، مؤمن باللي انت بتقدمه للناس، معطاء لنفسك وزملائك ولكل من حولك. انت صبري وصبرت ونلت يا صبري. ربنا والله يسعدك. العظيم. ربنا يسعدك يا الصابر وفاء. الفواز انت كنت تعنيها. انت الصابر الفواز. صبرت حتى فزت بالنجوميه التي تستحقها ولك المزيد. ربنا يخليك يا بقى وفاء. الكنترول كله بيسقف يا استاذه وفاء، وكل له بنسمه نصيب. يعني حضرتك ترجمتيها كده. والله العظيم الكنترول بيسقف جوه على الكلام بتاعك. ربنا يخليكي. بس الكلام الحلو ده كله بعد اللي عمله معاكي في بنات موسى، ده انا كنت هموت عشانك. هقول لك اصل كواليسنا كانت غير، لان صبري في الكواليس شخص يعني بيبقى دمه خفيف جدا جدا، محتضن لكل الناس، متواضع لاقصى درجه. وده اللي احنا بنعلمه للجيل اللي طالع كمان بعدينا، لان ده اللي احنا اتعلمناه من اللي قبلنا. يعني صبري تلاقيه قاعد مع العمال بيطبطب على حد، لو لقى حد زعلان يبقى عايز ياخد بخاطره، جابر للخواطر. مش معنى ان احنا ممثلين ومشاهير يبقى احنا خلاص بقى انا ومن بعد الطوفان، لا. هو ده اللي ربنا كل ما يديله شهره كل ما يخليه متواضع اكتر. ده صبري. ربنا يسعدك يا وفاء. صحيح. على فكره هنتقابلنا انا وفاء اول مره واحنا داخلين نقدم في معهد فنون مسرحيه. اول مقابله. اول مقابله. يعني اللي هو الدفعه تقول لها يا دفعه وهي تقول لك يا دفعه. بنقول لبعض يا دفعه على فكره. ايوه. اشتغلتي معاه ايه غير بنات موسى اللي هي اخر حاجه كانت مكسره الدنيا؟ عمل ابني في كف قمر. ومره كنت من كتر ما انا صدقت ان هو ابن يعني بتاع مصلحته، قلت للمخرج خالد يوسف انا هخش اضربه. قال لي ايه؟ قلت له، قال لي لا 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 مش عايز استعباط و يعني هتعملي فيها بقى مجنونه وبتاع. قلت له يعني ايه يعني؟ كلمني كده. وابتديت فعلا ارطم بقى حته الصعيدي لان هو دخل. بس فجاه لما فقت اتفرجت على المشهد لقيته عظيم. ايه العظمه دي؟ وكان برضو احساسي بانه استفزني لدرجه اني عايزه ازقه. قال لي لا هي واهنه، هي تعبانه، ما نقدرش انها تعمليش كده. والمصحف الشريف قلت له لا انا حاسه اني عايزه اقطعه. حبيبتي خلاص هو الطفل الصغير هو اشتغل معاكي قدامك فعلى معاكي جدا لدرجه ان هو عمل الكيمياء اللي بيقولوا عليها. لا احنا في كيمستري فعلا بيني وبين صبري عاليه. اتمنى ان انا اعمل انا وهو مسلسل فعلا يليق باسم صبري وباسم الحمد لله. يعني الحمد لله. يعني احنا ممثلين يعني بنقول الحمد لله. هنفضل نتعلم لحد ما نموت. واحنا فخورين بيكم وفخورين بالفن المصري. صبري بجد مسلسل مش مكلف والله العظيم. احنا رخيصين وولاد ناس. انتوا تنوروا اي مكان. وامبارح كان عيد ميلاد استاذ صبري فواز وعيد ميلاد ايتن في نفس اليوم. ايوه بصي بقى. وعيد ميلاد جمال العدل. يعني شوفي مجموعه من الحبايب قوس على عقرب تقريبا. قوس مع عقرب. قوس مع عقرب. قوس مع عقرب. مش سالك يعني. 22 ده صعب يعني واخد من هنا واخد من هنا. يعني. ما تعرفيلوش. ما تعرفيلوش فعلا. ملوش ملكه. نورتينا والله ناس طيبه قوي وحنينه جدا. يعني ايتن دي على قد ما تدمع بس كتومين قوي ويتعبوا جدا جدا لما يلاقوا حد مش حاسس بيهم.
انا لما ببص في عينين ايتن ساعات كده تبقى مش عايزه تتكلم، ولما ما ترفعش عينها فيا وتحط النني في النني اعرف على طول انها تعبانه. فانا اعتقد ان هم رجاله وستات كده، يعني بالظبط. صبري انا شايفاه قدامي على الشاشه يقول لك ايوه، وسلم لي على ام ابوها حبيبه الناس كلها. حبيبتي الله عشان يسعدك. حبيبتك. الله يسعدك يا حبيبتي. ربنا يخليها لك يا تسلمي. رب، ويخليك ويخلي زوزو، يعني يا رب يخليكوا لنا، ويخليك يا حبيبتي ويسعدك يا رب. ويخلي ابنك الحلو الشاب القمر. تسلمي تسلمي ربنا يخليك. نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نشوفك على خير يا رب، ودايما متالقه. انت عامله الشاشه دي خواجه بحلاوتك دي والله العظيم. حبيبتي دي شهاده، ده انا هبروزها. ربنا يخليكي يا مدام وفاء، نورتينا. ربنا يخليكي. الناس بتحبك قوي. ربنا يحبك والله تتحب، يعني تتحب، لان ما فيش حد ما اجتمعش على حب صبري فواز حتى خارج الوسط الفني. جمهورك على السوشيال ميديا متفاعل مع الناس، بترد على كل الناس، بتقول قفشات زيك يعني انت فنان، بس اولا انسان. الحمد لله. ما حطيتش نفسك في اطار الفنانين ليه؟ في ناس بتحط كده نفسها في الاطر دي بقى، وناس وتشغل لها الصفحه وتكتب بدلها وحاجات كده. انا حطيت نفسي في اطار الفن نفسه الحمد لله، فخلاص يعني خليني مع اهلي وناسي قريب احسن. نشوف لك مشهد كده حلو عشان نستمتع شويه بالكلام اللي اتقال ده مع الفنانه جميله وفاء عامر، وطبعا المؤلف الكبير كرم النجار والمخرج سامح عبد العزيز، ونشوف مشهد للفنان المتميز صبري فواز من رمضان كريم، ونرجع لكم مره ثانيه. هو حسبي الله ونعم الوكيل في الاخر. ده هو اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. هو خلاص بقى، هو الظاهره دي موجوده في المجتمع بقى، موجود الشكل ده. يعني في صفحات يعني بتنزل المشهد ده، حضرتك بص على التعليقات تلاقي 90% منها حد منشن حد بيقول له فاكر فلان فاكر فلان، يعني بيتعمل اهو. الناس هي اللي بتقول اهي. يعني انا بص، هو في مشهد حصل قدامي مره بنفس الشكل ده، كان 2 ماشيين، واحد بيعاكس واحده في مول، فراحت ضربته، فالناس بدل ما يتلموا عليه راح لها انت طالق. اعتقد ده مشهد سينمائي عمره ما قال لا انت طالق، اللي هو يعني خلاص الناس بتحسبه راجل ومراته بيتخانقوا فمش هيعرفوا ينقذوا البنت. هو ده اللي انا بعمله، ان انا باخد من الناس، يعني انا باخد من الناس يعني من اللي بيحصل حواليا، ولما اجي لي دور يناسب الحاله دي بعمله. لكن ده عمايل الناس، دي تصرفات الناس والحاجه اللي بنشوفها في الشارع وفي المواصلات. يعني ما انا مش هجيب من بره يعني. طيب حضرتك من الناس المؤيدين للمرأة والمناهضين للعنف والتحرش ضد المرأة، ضد الإنسان بشكل عام وضد الإنسان طبعا. يعني بس المرأة ما عندهاش مكانة خاصة للحماية من مثلا بفكرك أو لا طبعا أو لا، أصل هو أنا مفهومي للرجولة إنك تبقى قادر تحمي وتحترم الست. بس والاعمال بتاعتك لما بتقدمها ضد المناهضه بقى للمراه بشكل عام، ده عشان تعرف المجتمع ان ده ما يعرفش، ما ينفعش مثلا؟ ما ده فضح، ما ده فضح يعني، سواء خميس او قبليه الشيخ عرابي ده بتاع كلمني شكرا، هو ده، ما ده فضح للنوع ده من البشر اللي صحيح بيضحكوا علينا، يا اما بشويتين الحلنج بتاعه او بشويتين التدين او بشويتين اي شويتين يضحك علينا بيهم، فده فضح للنوع ده من الكاركترات والتصرفات يعني. في كاركتر من الكاركترات دي اللي هي بيبقى فيها فضح لصق بيك بعد كده، والناس اعتقدت ان انت خميس او الشيخ؟ لا الناس شافتني اصل في حالات كتير مختلفه، والحمد لله ما حطونيش في حته واحده بفضل ربنا يعني. الحمد لله. الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا. الحمد لله. مين من الشخصيات شبهك او كان فيهم جزء شبه صبري فواز؟ ما فيش غير يمكن بشير السخاوي اللي هو بتاع المصراويه، ده شويه اقرب شخص ليا كصبري. بقيه الشخصيات مش يعني ماناش كده يعني. كل شخصيه اصل كان كل شخصيه في حته من روحي. كل شخصيه طبعا هتطلع حته من روحي، بس حضرتك سالتيني اللي يشبهني انا كصبري من الشخصيات هو بشير السخاوي. بشير هادي، بتاع قرايه، بتاع ثقافه، من الفلاحين في الدلتا وجه القاهره، يعني تقريبا بتحكي عني يعني، قصه حياه حاجه كده شبه شويه، ومن كفر الشيخ برضه. يعني انت ما مثلتش؟ انا كنت بسيط وتلقائي جدا. انت كنت طبيعتك. كنت بعمله فعلا. انا هتكلم عن نفسي يا جماعه. لا بجد كنت عامله فعلا بمنتهى الهدوء والبساطه الحقيقه يعني. طارد ايديك. لانه بالفعل يشبهني كتير بشير السخاوي. طب خلينا نعرف برضو راي الفنان صبري فواز في المراه، ونسمع بعض ونرجع مع بعض. هم
بنات حوا دول حاجات حلوه واقويه وحلوين واقويه. سيبك من اللي بيتصدر ان هم الاضعف وبتاع، ده كلام فاضي. الست اعتقد انه اكتر حاجه تساعدها او تشدها الافعال. انك تتصرف معاها برجوله طول الوقت، رجوله بكل ما تحمله من معنى. بتعلم بنتك ايه؟ معلمها تبقى حرة، تبقى قوية، يبقى عندها حدود. مش عندها حدود يعني من حواليها سياج، لا، تصنع لنفسها حدود بتاعتها الشخصية. بتاعتها. انها تبقى جريئة، انها تتكلم بصدق وما تخافش. ما بتخوفهاش من المجتمع المحيط؟ خالص، عمري ما خوفتها. ولما بتسمع حاجة ممكن تضر بنت أو تضر حد في عمر البنات دول، ما بتكلمهاش فيها؟ بكلمها بالتفصيل، أنا ومامتها بنكلمها بتفصيل في الموضوع كأنها حد كبير معانا. بنعمل ده طول الوقت بمنتهى التركيز يعني. ساعات بيبقى البنات في السن ده بيحصل لهم حالة من الرهاب، يعني بيبقوا خايفين، مش عايزين يلتقوا بالمجتمع، مش عايزين ينزلوا الشارع، حاسين إن الشارع كله يعني وحش. إيه القوة اللي ممكن تضفيها عليها عشان تواجه؟ بنقعد نقول لها كل التفاصيل، لو اتحطت في موقف كذا تعمل ايه، ولو اتحطت في موقف كذا تعمل ايه. وبنستغل مثلا موقف يحصل لحد نسمع عنه فنقول لها على فكره كذا كذا، او موقف في التلفزيون في اي حاجه في دراما، ولا على فكره لو في كذا يبقى تتصرفي كذا. بنعمل ده طول الوقت. ما بتحجبش حاجه عنها؟ لا خالص خالص. بقول لها كل حاجه بوضوح، ومامتها برضو معوداها على كده، تقول لها كل حاجه بوضوح. وهي الحقيقه هي العكس يعني. احنا بالنسبه لنا صبا تحديدا العكس، انه عايزين نلمها شويه يعني. هي يعني عنيفه بتقدر قويه وبتاخد حقها تالت ومتلت. خدت ايه من صبري فواز؟ والبنت حبيبه ابوها طبعا. جنان. يعني هي موهوبه، بتمثل وبتغني وبترقص، وشويه فيها شعنانه شبهي كده. وانا في الحياه انا يعني ممكن ما ابقاش انا هنا عشان على الهوا فتلاقيني عاقل شويه، بس انا مش ده طبعي يعني. فهي متفاعل. هي مني شويه، واخده مني شويه في الحته دي. ان شاء الله هيكون في موسى السنه دي باذن الله. باذن الله. في حاجه تانية جنب موسى او في حاجه موسم موازي؟ لسه مفيش حاجه. بس لحد دلوقتي وموسى في عمل تاني. انا يعني هيبقى في عمل تاني ان شاء الله، بس ما اعتقدش بقى اكتر من كده. السينما فين؟ السينما مضيت فيلم جديد ان شاء الله. ما شاء الله. بقى ده على موسم ايه؟ عيد الاضحى ولا ان شاء الله يعني هنبتدي فيه قريب، هنبتدي نصوره قريب باذن الله. مختلف ولا مكرر؟ فيلم مختلف خالص 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 خالص. فيلم اهل الكهف. اهل الكهف؟ أيوة. بشكل اهل الكهف؟ اخراج الاستاذ عمرو عرفه، وتاليف الاستاذ ايمن بهجت قمر، وانتاج وليد منصور. ان شاء الله يبقى حاجه كويسه. ان شاء الله. كوميدي؟ لا مش كوميدي. لا دي كده حاجه مختلفه. دي فيلم مختلف. ده فين؟ هنرجع لانهي مرجع ده عشان نعرف نعرف الشغل بتاعه. فيلم مختلف ان شاء الله يعجب الناس باذن الله. ان شاء الله. وموسى كمان لون صعيدي، اعتقد انك بقالك فتره يمكن ما قدمتش الصعيدي. انا مش صعيدي، هو في عالم صعيد وفي عالم القاهره واسكندريه. انا اسكندريه. انت اسكندراني، حاجه كده مختلفه تماما. لو اتكلمنا في اخر دقيقه كده على الدراما المصريه، هل المسيره لغايه دلوقتي والمشهد الدرامي يسير بخطى ثابته ولا لسه محتاج دفعه كمان؟ هو تمام، بس محتاج دفعه. الانتاج يفك زياده شويه. يعني نرجع زي 3 4 5 سنين فاتوا كده، اللي هو كان في كميه انتاج كتيره. نرجع لده بس، لان طول ما انت بتعمل انتاج كتير هيبقى عندك فرصه بتعمل فرص عمل كتيرة جدا، وده المجتمع محتاجه اقتصاديا. وقدامك فرصة تطلع أنواع دراما جديدة أو موهوبين جداد كتير جدا. وقدامك فرصة تسيطر على المنطقة بالدراما المصرية. ده مهم. فمحتاج كتير يعني. المكن محتاج يطلع قماش كتير مهم. بس في حاجة بس يعني ممكن نقول ان في المواسم الفائتة من رمضانات اللي فاتت مثلا كان فيها انتاج وزخم انتاجي في الدراما، لكن دلوقتي بقى في موسم موازي وفي منصات. اعتقد ان ده عملت استعاضة شوية. بالظبط. انا قلت من البداية ما فيش خوف من منصات يعني إضافة، مش هتاخد مش هتنقص، هي هتضيف. فاحنا نعمل بقى اعمال كتيره ما بتقلقش منها المنصات خالص بالعكس، ده حاجه حلوه وحاجه كويسه وباب جديد بيتفتح يعني. تتمنى ايه ان شاء الله في السنه الجديده؟ سنه صبري فواز بقى، مش السنه اللي جايه ان شاء الله تبقى خير يا رب، لكن عمر جديد ان شاء الله صبري فواز. تتمنى ايه؟ اتمنى ربنا يريح قلبنا يا رب. يا ربنا يريح قلبنا، عشان احنا اتشدينا كتير وخوفنا كتير الفتره اللي فاتت، والخوف وحش مؤذي ويعطل. فربنا يطمن قلوبنا علشان نهدى وننجز وننبسط.
كل سنه وحضرتك طيب، سنه جديده بالصحة مزيد والسلامة. من العمر والصحه والسعاده، ويا رب يطمن قلبك. وانت كنت كاتب على الفيسبوك من يومين يا رب يريح قلبك يا صبري. يا رب يريح فان شاء قلبنا الله جميعاً ربنا يا يريح قلبك وتعمل كل التألق الجميل اللي انت عامله لنا الفتره اللي فاتت واكتر. ربنا يخلي حضرتك. نورتنا ونورت التلفزيون المصري وشاشه نايل دراما. متشكر جدا. شكرا يا استاذ صبري. وكانت حلقه مميزه جدا مع النجم المتميز الجوكر صاحب الالف وجه صبري فواز. ان شاء الله بكره فريق عمل جديد من نساء الفن وتصبحوا على الف خير.